كان في مرة مهر صغير حط جزرة على جبهته وادعى إنه وحيد قرن. في نفس الوقت عدت عربية نقل شايلة دهان بينك، ومن غير قصد رشت الدهان عليه. المهر بص لانعكاسه في بركن 100 واتدهش لما لقى نفسه بقى وحيد قرن بينك. بعد شوية بنت صغيرة على كرسي متحرك شافته وفرحت قوي، دي أول مرة تشوف وحيد قرن. المهر ما صححش الفكرة وتصور معاها صورة. شكله اللطيف انتشر على الإنترنت والناس كلها حبته. صاحب وكالة مواهب جه ومضاه على عقد ونظموا له عرض كبير، لكن قبل العرض الدهان على شفايفه بدأ يقشر. المهر اتلخبط وجري على الحمام، بس مساعد شافه ووراه صورة وهو متنكر وبمية ترجعه لشكله الحقيقي. المساعد صور الموقف وقال له لو ما مشيش الفيديو ممكن ينتشر، فالمهر اضطر يمشي بسرعة. خبر اختفاء وحيد القرن انتشر والناس دورت عليه وملقتهوش. الكل كان زعلان، وحتى الحمار صاحبه نشر إعلانات عنه. وبعد ما الكل فقد الأمل المهر رجع. الأصحاب اتجمعوا تاني وهو حكى بصدق إنه كان عايش ورا المظاهر وفاكر إن الشهرة هتحقق أحلامه، لكنه خسر صاحبه. فهم إنه لازم يكون نفسه. طلع على المسرح، شال القرن ومسح الدهان وكشف الحقيقة. الجمهور اتفاجئ وبعدها غنى أغنية اعتذار. الناس شجعته وحتى منافسه اتأثر. بعد شهر المهر رجع لحياته الطبيعية وكمل الغنى مع الحمار زي زمان.